ورجعنا تاني بعد الشير في برنامج اكاونت على راديو عيش حياتك مع مصطفى احمد وضيفتنا العزيزه نهله حجازي. وبقول لها يا نهله خد السؤال اللي جاي ده. اوكي خد السؤال اللي جاي ده، سؤال لذيذ وجميل ويبتدي الدنيا واحده واحده. هات السؤال. ماشي، اديني لقبك عند اصحابك. لقبي عند اصحابي ولقبك؟ لا هو مفيش، كل اصحابي بيقولوا لي نونا، مفيش حاجه تانية. مفيش لقب تاني؟ لا مفيش. طب ما كانش ليكي لقب في الكليه؟ لا هم كانوا اصحابي زمان في ابتدائي حجازي على اسم بابا، يعني ما حد كان يقول لي حجازي كده يعني. لا والله بجد؟ ايوه مدافع الاهلي طبعا. يعني انت كان لقبك حجازي زمان؟ وانا صغيره. دلوقتي لا نونا، الناس كده. نونا. يعني عندك اتنين لقب. ما شاء الله. قديم حجازي، جديد نونا. في البيت يحبوا يضيفوا حاجه؟ لا في البيت لا عادي برضو يا نونا كده، كلام من ده برضو نونا. تمام، يعني مفيش اي حاجه. لا نونا الصغنونه مفيش جديد. طب هي كانت بتقول لي قبل واحنا في الفاصل، سوري، بتقول لي واحنا في الفاصل انا كنت بحب اقعد اول الفصل. غريبه جدا بصراحه، مع ان انا كنت بحب اقعد في الاخر. المهم هي دلوقتي هتقول لي ليه كانت بتحب تقعد اول الفصل، لان هي ما قالتليش في الفصل. لا هو انا غالبا بحب افهم، فانا لو قعدت ورا بحس ان في ناس قاعده ورا اصلا متعمده ترغي، يعني ترغي في اي حاجه، تكلمك في اي حاجه تعطلك. فانا كنت بحب افهم قوي. حتى اول سنه في ابتدائي كنا عايشين في الاردن. واول ما رجعنا دخلت المدرسه في القاهره وكده. وطبعا كنت راجعه، اول ما دخلت الفصل كان تركيزي كله ان اقعد جنب بنت حلوه. انت كنت درستي في الاردن؟ لا كان قبل مرحله الدراسه الابتدائيه. فكان تركيزي كله يا جماعه في ان انا اقعد جنب بنت حلوه. انا كان مرتبط عندي الحلاوه بالنظافه، يعني ان انا اقعد جنب بنت حلوه فاكيد هتبقى نظيفه وكده وهتبقى شاطره، ولازم اقعد في الاول عشان افهم. يعني ورا دي حاجه بالنسبه لي لا صعبه، ما احبهاش. حتى في الجامعه كنت بحب اقعد، طبعا بحب اقعد قدام برضه عشان افهم. مره كان في بنت وولد قاعدين ورايا وبيشرح لها حضرته الدكتور، يعني المحاضره بالانجلش اصلا واحنا بنفهم بالعافيه تقريبا. فالاستاذ كان بيشرح لها والدكتور بيشرح يعني. فطبعا انا قلت لها لو سمحت ممكن تسكتي وكده. فطبعا تعمدت ان هي طول الوقت ترغي وتخبط بالقلم، انا اي اصوات بتعصبني يعني. فقعدت تفضل تعمل كده. انا كنت عايزه طبعا الدكتور يخلص عشان اقوم بصراحه اعمل معاها الواجب. طبعا لولا اصحابي طبعا لولا اصحابي كانت هتحصل جريمه قتل من تحت. والاستاذ الحبيب طبعا كان بيدافع عن حبيبته، طبعا كان بيشرح لها. فلولا اصدقائي الحته اللي مش فاهم هو بس مش الحته والله، يعني تبقى يعني برضه بس يعني لازم برضه. هو المشكله يا مصطفى ان المحاضره بالانجلش واحنا عايزين نفهم، والاستاذ بيشرح لحبيبته مع الدكتور وبيشرح في نفس الوقت، فكانت هتحصل جنايه. بس الحمد لله الاصدقاء اتدخلوا وعدت على خير الحمد لله. الحمد لله ان ما حصلتش والدنيا زي الفل. لا ما حصلش حاجه. طب بمناسبه ان انت كنت قاعده في الاردن، ممكن تقولي لي ايه الذكرى اللي انت فاكراها لحد دلوقتي من هناك؟ هو انا عايزه يعني اضحككم مبدئيا كده. وانا صغيره خالص رحت اشتري، يعني بدايه ما رحنا هناك فرحت اشتري لبان. طبعا اللبان دي بتاعتنا احنا لبان. احنا بنقول فطبعا انا رحت، معرفش بيسموها ايه هنا. ايوه. فانا داخله بقول له اديني لبان، فقال لي شو يعني او ايه او مش عارفه. فقال لي دي لا ما فيش. قلت له دي، قال لي علقه. فقلت له ايه؟ فقال لي الاسم غريب. فانا رحت قلت لبابا الراجل بيشتم. الراجل بابا بيشتم. قال لي حبيبتي مش بيشتم، ده احنا عندنا حاجات مش نفس اللهجه او الطريقه بتاعتنا يعني. فما فيش مشكله تسمعي حاجات كتير يعني 2 تنتين، فانت ما تشغليش بالك بالموضوع ده. بس عادي اللهجه دي تختلف عن دي. بس كله بيفهم المصري في الاخر الحمد لله. وكنت بعمل حاجه تانية. في الاردن الجو برد قوي وفي الساعه بيبقى فيه تلج. فكنت بقف في البلكونه اجيب التلج واحدفه على الناس. ما ده طب ما هنا على فكره يعني هنا كنا بنجيب. لا كان تلج برضه بتجيبه بتحدفه. لا مش بنحدف تلج، يعني احنا التلج هنجيبه منين ان شاء الله؟ لا العكس اللي كان التلج عندنا ما بيجيش غير من الفريزر. لا انت ممكن تعمل في الفريزر وترمي على الناس. لا كان التلج كتير فكنت برمي على الناس ونقعد نضحك انا واختي الكبيره وكده ام مروان. طب لو قلنا عايزين ليكي حاله من بلوك واحده تعمليها لمين؟
انا مش لازم شخص معين. ولا اسم. ممكن يكون في صفه مش عاجباكي. تمام. ممكن يكون كتب كلمه مش عاجباكي. هو مبدئيا كده بالنسبه للكلام اللي مش عاجبني، يعني احيانا تلاقي حد داخل بيدلعك، يعني بيكتب كومنت فيه دلع. طب انا مش عارفاك يعني، او انا ما عارفاكش كويس، او احنا ما فيش بينا صداقه. لا 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 لا، انا بلفت نظره، بدخل على الخاص واقول له لو سمحت بلاش الكومنت اللي فيه دلع وكده، عشان يعني احنا ما فيش معرفه ما بيننا. طبعا. اما بالنسبه للبلوك فاعمله لحد ممكن يكون بيبعت كتير قوي رسائل، ويعني عامل نفسه الشاعر احمد شوقي وطول الوقت عمال يبعت رسائل حب وبحبك والامل ومش عارف اني اتنفس عشقا، فطول الوقت يبعت رسائل حب وانا مش عارفه اسكته. فزهقت بقى قوي. اما ازهق قوي انا ما ازهقش بسهوله، يعني هو لازم يزهقني جدا. بتسكتيه بالبلوك؟ فبلوك بقى خلاص، اخبطه بالبلوك فيبطل، مش هيبقى موجود اصلا. بس كده. ده الصفه الوحيده. طب لو انت حاطه حاجه عندك وفرحانه بيها جدا، يعني مبسوطه، حدث انت كنت فيه وحاطه ليه صوره او بوست معين كاتباه، وحد دخل قال لك بطريقه ما، بطريقه وحشه يعني، هاجمك وقال لك ايه اللي انت عاملاه وايه اللي انت حاطه ده، رد فعلك هيكون ايه؟ عادي، الحاجات دي بتحصل احيانا، بتحصل. بس مش حاجه عموما، لا. لما بكون حاجه سعيده او حدث سعيد بالعكس، انا يعني من هنا بحيي كل اصدقائي اللي على الفيس، انا يعني بحبهم جدا والله، وطول الوقت هم دعم ليا وسند ليا، ومفيش اي حد فيهم ممكن اكون فرحانه او مبسوطه ويقول لي كومنت مش لذيذ. بالعكس هم دايما بيدعموني وكويسين جدا معايا. بس لو ممكن تحصل في ان انا منزله صوره لحد معين، اختلاف في وجهات النظر، فده ما بيبقاش فيه مشكله خالص. احنا بنتناقش يعني ايه، بذوق وباحترام مع بعض، وما بيبقاش فيه اي مشكله خالص. هو بقى الشخص ده يعني، هو الشخص ده او الشخصيه يعني، سواء واحده او واحد، يعني دخل وقال كلمتين من يعني ايه، جاب مالناش دعوه يعني، هو قال كده وخلاص، قال كده ومشي، قال كده ايه، كلام مش حلو يعني، كلام مش حلو، انت البوست عاجبك وانت حاطاه تمام، هو دخل بقى ايه، ضرب زي ما بيقولوا باب برجله يعني، تمام. ايه اللي انت حاطاه ده وايه اللي انت عاملاه ده وشكلك ما اعرفش ايه كده، هتعملي ايه ساعتها؟ هحذف البوست انا عن نفسي الكومنت، سوري، واريح دماغي. اصل في شخص بيقول لك ايه، ممكن يكون هو اصلا جاهل، او يعني لو بيفهم مش هيقول حاجه وحشه او مش هيجرح في حد، فبالتالي انا مش هتعب نفسي معاه، حذف وخلاص. طب لو بنفترض ان احنا دلوقتي احنا من اكونتات، ان كل واحد دلوقتي معاه الفيزا بتاعته، دي اكونت تعتبر اكونت في البنك، ديك اكونت اسم برقم سري بكل حاجه من الحاجات دي، ورحتي تشتري حاجات، بتعملي شوبينج تمام، وانت نازله يا دوبك بالفيزا دي بس، مفيش اي حاجه معاكي فلوس، تمام. واشتريتي وتمام التمام ومبسوطه وزي الفل، وجيتي بقى تحاسبي وتديله الفيزا بتاعتك، تمام، فبيقول لك في خطأ في الرقم السري، هي مش عايز يعني، او الرصيد بتاعك مش كفايه، مش مغطي الحاجه، لا الرصيد بتاعك زيرو. او ماي جاد. طيب عموما اولا انا بعشق الشوبينج جدا. اوكي، هتتصرفي في الحاله دي تعملي ايه؟ اما انا هقول اهو، انا بعشق الشوبينج، عندي مرض في ان انا احب اشتري قوي، احب يعني حاجه من اكتر الحاجات اللي بتساعدني، لان انا وانا مش مبسوطه اول حاجه بعملها ان انا انزل اشتري، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، بتغير مودي جدا. ولو حصل ان انا يعني فجأة ما بقاش فيه فلوس بعد ما اشتريت وكده والكلام ده، ولا اي حاجة، هسيب الحاجة عادي، عادي جدا، عادي جدا، هسيب الحاجة وممكن تاني يوم اجي اخدها، مفيش مشاكل. بس هو موقف طارئ ممكن يحصل لاي حد. طب الاطرق من كده شوية بقى، الاطرق لو اللي واقف على الكاشير نفسه قال لك البتاع دي حضرتك مش باسمك وباسم حد تاني، هتعملي ايه؟ هو اكيد هيبقى في مشكله في السيستم او حاجه، او في الاخر انا ما عنديش مشكله ابدا ان انا ارجع الحاجه. لا، ما هنا الاجراءات هتكون مختلفه حضرتك. ايه ده، هيقبضوا عليا؟ لا كده هيقبضوا عليا. لا ما فيش مشكله، بنتعامل مع اي موقف يعني، بس هو مش هيحصل، لان انا ما احطش نفسي في حاجه زي كده
يعني مش هتبتدي مثلا تقول لا والله ده على فكره دي بتاعتي، لا وحياة ربنا والله العظيم ما تقلقش، ده ولا انت الراجل فهمت سحبها غلط. ومشى واخدها ومشى. اسحبها وامشي يعني، ما اصل هو عايز فلوس وخلاص. بس هو ملوش دعوه بالباقي، هو سيب له الحاجه بتاعته، ما انا ما خدتش منه حاجه يعني بس. رد فعلك لما ترجعي البيت هيكون ايه؟ بينك وبين نفسك كده بعد الموقف اللي حصل. طب ممكن تكتبي الموقف ده على الاكونت عندك؟ ممكن اكتبه. ليه بقى؟ يعني لا عادي، فاني اتس فاني يعني، مش كاتبه ان انا متضايقه. اصل انا مش هتضايق يا جماعه، ده انا حصل كذا بعد ما اشتريت الحاجات وقبضوا عليا وعجباني، ولا مش هقدر الحمد لله قبضوا عليا ودفعت الكفاله. لا مش هيبقى في قبض ولا حاجه، انا هحكي لهم بس ان انا بعد ما اشتريت. ولا هو في حاجات حصلت يعني شبه كده، يعني ان انت ممكن تكون ركبت رايح مكان وفجأة ابص في الشنطة نسيت مثلا المحفظة او نسيت الفلوس. يا جماعة انا بتعامل ببساطة جدا، ولما اوصل المكان هديك الفلوس. او عادي انا بقف من هنا كل يوم اركب يعني استناني كلام على المحطة فتلاقيني انا اقول لك انا معيش فلوس طبعا، وانا زي القمر، فما حدش هيعترض، هيقول يا فندم نوصلك ومش عايزين فلوس بس يعني مش مشكلة. طب انت برأيك اجمل فترة الواحد بيعيشها فترة المراهقة ولا بعد المراهقة؟ هي كل فترة ليها حلاوة. وبتحدديها عن طريق ايه؟ تمام. هي كل فترة ليها حلاوة، ليها مذاق خاص كده، وليها حاجة حلوة. المراهقة بيبقى الواحد مش شايل مسؤولية وما بيفكرش في اي حاجة، وبس غير انه يقابل اصحابه ويضحك ويهزر ويقعد يحكي في مواقف تضحك، وقابل حد وحاجات تضحك يعني، ما فيش هم. الفترة اللي بعد كده تبقى الحلو فيها، بس المراهقة برضو بيبقى فيها طيش شوية جدا يعني، بيبقى الواحد رغم الفرحة ومفيش مشاكل وعدم المسؤولية بس بيبقى فيها طيش شوية، ممكن يعرض الإنسان لبعض يعني الحاجات الصعبة في حياته، بتعلم في حياته يعني. اللي بعد كده مرحلة مثلا الواحد بيكبر شوية، بيوصل للنضوج يعني، بيبقى مثلا يعرف يتصرف ازاي، يتعامل ازاي مع الناس، بيكتسب خبرات اكتر، فحلاوتها بتبقى في النضوج. السؤال بقى اللي انا شخصيا بقعد يعني من اسبوع لاسبوع عشان استنى اجابته من الضيف بتاعي. يا نهار ابيض، استر يا رب. لا ان شاء الله خير. لمين تبدلي الاكونت؟ مين اللي تبدلي الاكونت معاه بتاعك؟ مين ابدل الاكونت؟ اسمعيني بقى واحده واحده. اولا هتبدلي الاكونت. تمام. ثانيا تمام، هتقولي له حاجه ما تجيش جنبيها في الاكونت. ايه هي؟ هبدل الاكونت لصديقتي كاميليا الحلو. خلي بالك ان انت هتديها الاكونت من بابه. من بابه. بس في حاجه هتقولي للشخص ده ايا كان، مالناش دعوه بالاسم يعني. تمام. هتقولي له ما تجيش جنب حاجه معينه في الاكونت، يعني ما تجيش جنب مسجات، ما تجيش جنب سكتات، ما تجيش جنب مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ممكن تشيل الصور، لا خليها كده يعني. لا هو مبدئيا ان انت تعمل حاجه زي كده لازم حد تكون واثق فيه. حضرتك دلوقتي هبدل اهو. هبدل يا فندم. هبدل ما انا لازم اكون حابه الشخص وواثقه فيه برضه، ما انا هقول له ما تجيش جنب حاجه معينه بس يعني انت اصلا عندك الفكره يعني قبلها عموما. عادي مش مشكله، مفيش مشاكل. هي مش سهله بس متقبله. مش انت حضرتك هو لازم اقول ارد ولا اقول مش متقبله الفكره اصلا؟ يعني حضرتك لازم تتقبلي الفكره. اوكي، ما هو ده اللي بتكلم فيه. طيب متقبله الفكره يعني ممكن نعمل بدل انا وصديقتي كاميليا الحلو اللي بحب اقول لها انت غاليه عندي جدا ووحشتيني، وهي من ابدع الناس وحب الناس لقلبي. هقول لها ما تجيش جنب الرسائل. ما تجيش جنب الرسائل عشان مش عشان حاجه، بس كل واحد بيبقى مش حدش هيتكلم على لسان حد. يعني ممكن حد يكلمني يكلمها في موضوع هي مش عارفه عنه اي حاجه، فهتتكلم يعني بمناسبه ايه او ترد ازاي، مش عشان اي حاجه خاصه او عشان اي حاجه تانية. لا خالص. انا علاقاتي محدوده جدا على الفيس بالناس، ومش بتكلم مع ناس كتير فما فيش مشكله خالص. طب وبالنسبه بقى للشخصيه نفسها، تفتكري هتقول لك اوكي خدي الاكونت بتاعي؟
كاميليا هي تديني الاكونت بتاعها، بدل هنبدل. انت دلوقتي بدلت، انت قلت دلوقتي خلاص تمام انا عاوزه، انا بدلت وتمام وراضيه وزي الفل. الطرف الثاني بقى تفتكر هيرضى؟ هو الحب متبادل. اي ثينك هترضى يعني. عشان احنا حبنا متبادل، احنا بنحب بعض، ف يعني هترضى. وتديها الباسورد؟ اديها الباسورد، ايه المشكله؟ ما عنديش حاجه سر. ما عنديش هي مش الموضوع بيبقى القلق في انك عامل باسورد او حتى الباسورد ده عشان القلق، لا ما فيش مشكله. انا بالنسبه لي عندي تمام. طبعا هناخد شير كده في السريع. تمام. هنسمع اغنيه كده لذيذه لعمرو دياب، وهنرجع تاني على راديو عيش حياتك برنامج اكونت. تواصل معانا على 2401 75 70 او في رسالتك على الهواء عن طريق الويب سايت بتاعنا عمرو دياب، وهنرجع في